أكيد أنت سمعت عن فن اللامبالاة، ولكن إحنا بنستخدمه بطريقة غلط، أو حتى معناه بالنسبة لنا غلط. إحنا بنترجمه أكن اللي أنا بهرب أو اللي أنا بشيل نفسي من المسؤوليات اللي المفروض اللي هي يكون عليا. ولكن فن اللامبالاة معناه بالظبط اللي أنا بيكون عندي لا مبالاة في الحاجات اللي أنا ما عنديش عليها كنترول، يعني حاجات اوت اوف كنترول، يعني حاجات أنا ما عنديش سيطرة عليها، حاجات أنا ما عنديش قدرة إن أنا أغيرها أطورها أحسنها وهكذا. ولكن برضه انا عندي فن لا مبالاة في التفاصيل، في التفاصيل اللي هي ممكن تضايقني، في التفاصيل اللي انا عارف انها مش هتفيدني. انت لما تيجي تركز في تفاصيل الماضي، ايه اللي بيحصل؟ انت بتتضايق او ان انت نفسيتك بتتغير. فانا لما يكون عندي فن لا مبالاة في الحاجات اللي انا عارف انها ممكن تضايقني، او الحاجات اللي انا عارف اللي هي تخليني ان عقلي يتشتت، يبقى انا لازم اطبق النقطة دي. تالت حاجة محتاجة ان انا اطبق فن اللامبالاة في اللي انا اركز على اهداف غيري. يعني ايه؟ يعني اخلي كل تركيزي على اهدافي، انا ماليش دعوة غيري وصل لايه، نجح في ايه.